فيديو النهارده هقول لك فيه ازاي تدير وقتك وتتحكم فيه كويس جدا. تعالى معايا. اول حاجه انا عايزك تعرف ان الوقت هو حياتك، مش عايزك تهمله ولا عايزك تهدر فيه، لان انت هتندم على الوقت اللي انت بتضيعه ده. تاني حاجه عايز اقول لك ان انت تعيش اللحظه اللي انت عايش فيها دلوقتي وتستمتع فيها على قد ما تقدر، لان انت ممكن ما تعيش اللحظه اللي بعديها، فعايزك تستمتع بحياتك. وتعالى بقول لك على الاربع نصايح اللي انا هقولهم لك، اللي يقدروا يحسنوا من وقتك ويخلوك تهتم بيه اكتر من كده. اول حاجه التخطيط مهم جدا لاي انسان عايز ينجح في حياته او عايز يتقدم في المرحله بتاع حياته. في مقوله من ابراهام لينكولن بيقول لك: اعطيني 6 ساعات لقطع شجره، يعني هو عايز 6 ساعات لقطع شجره وسأقضي ال4 ساعات الاولى في سن الفأس. هو دلوقتي خطط لحياته وجهز هو هيعمل ايه، عشان كده قال لك اعطيني 4 ساعات الاولى لسن الفأس، لان مجرد ما يسن الفأس مش هيكمل ساعتين في قطع شجر. هو عايز يقول لك هنا ان انت لازم تخطط لحياتك وتخطط لخطواتك الجايه عشان تقدر تنجز المهام اللي في حياتك. تاني حاجه وهي الاستمتاع بالوقت، وان انت ما تخليش وقتك ملزم قوي ان انت كل شغل شغل شغل، فانت هتزهق وهتتعب وهتجهد نفسك. تالت حاجه وهي تعلم ازاي تحدد اولوياتك، لان تحديد الاولويات يعني من تحديد النجاح، يعني من تحديد طريقك، يعني من تحديد وقتك. في حاجه بتقولك ابدأ بالصعب والمتعب ثم ابدأ بالسهل والكويس. معناها ان انت لما تبدأ بحاجة صعبة هتركز فيها اكتر وهتحط تركيزك فيها اكتر من انت لما تبدأ بحاجة سهلة. يعني لما تخلص الحاجة الصعبة والحاجة المتعبة بالنسبة لك هتخش على السهل، هتقول يلا سهل سهل سهل، هيعدي معاك والوقت هيمر بسرعة ومش هتحس بيه. رابع حاجة وهي تعلم ازاي تقول لا. يعني مثلا اصحابك جايين يقولوا لك يلا بينا نلعب بلاي ستيشن، يلا بينا ننزل نخرج، اتعلم ازاي تقول لا، لان وقتك مهم جدا بالنسبة لك وحاجة مفيدة جدا هتنفعك بعدين. وخامس حاجة إضافية وأنا حاطها من عندي، وهي اتخلص من الحاجة اللي بتخليك تتشتت والحاجة اللي بتخليك مش مهتم بوقتك، زي الموبايل، زي السوشيال ميديا، زي أي حاجة مشتتة في حياتك. بس كده. أنا عايزك تهتم بوقتك أكتر من كده، وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.